النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثنا عن الإيذاء الشديد الذي لقاه والذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل قريش في مكة، قالوا أن إيذاء النبي قبل موت أبي طالب وموت خديجة وخاصة أبو طالب لم يتساوى قط مع الإيذاء بعد موت أبي طالب. فجاء عام الحزن، وده برضه اللي بيأكد، بقول لك تاني اهو، ان رحلة الإسراء والمعراج معادها مش معروف. فمن العلماء من قالوا ان الأحداث اللي أنا لسه هحكيها دي اللي جاية في كتاب البداية والنهاية أو السيرة النبوية لابن هشام جاية بعد الإسراء والمعراج، ومنهم من قال ان الأحداث دي كانت قبل الإسراء والمعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام واحد وفي أيام قلائل وقيل في شهور يموت أبو طالب وتموت السيدة خديجة. أبو طالب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم حاميا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، الذي كان يدافع عن النبي في كل وقت، الذي كلما اجتمع المشركون ليؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم أبو طالب بالمرصاد ويمنعهم من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة خير رفيق وخير أنيس وخير جليس وخير زوجة، هي التي آوته بمالها، هي التي لما نزل مفزوعا من الجبل قالت والله لن يخزيك الله أبدا، هي التي عاش النبي في التجارة في مالها في غناء وثراء في مدة من الأيام. فلذلك هؤلاء ماتوا في عام واحد بل وفي أيام قلائل. سمي هذا العام بعام الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب اشتد الإيذاء